لعبة القط والفار بدأت بدري بدري. 2022 بتنتهي الزمالك بطل الدوري، 2023 بتبدأ الأهلي بطل الدوري. مباراة بيراميدز والنادي الأهلي 3-0 لصالح النادي الأهلي، مكاسب بالجملة للنادي الأهلي، مش بس 3 بونت، مكاسب بالجملة مع بداية الموسم السنة الجديدة. الأهلي بيقدم عرض مش هو الممتع زي ما تعودنا من النادي الأهلي، بس بيقدر يكسب أهم 3 بونت في الموسم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كانت أول جولة في 2023، وزي ما انتهت 2022 بهدية النادي الأهلي لنادي الزمالك إنه تعثر وفرط له في قمة الجدول، النهاردة الزمالك بيرد الهدية، والنادي الأهلي في قاموسه الهدايا ترد وتستبدل. النهاردة تعثر الزمالك قدام أسوان فتح المجال للنادي الأهلي إنه يتربع على قمة الدوري بمكسب 3-0 قدام بيراميدز. المكسب ده بصراحة يعني الأهلي النهاردة كسب بيراميدز، كسب القمة، كسب ثقة اللاعبين، الإداريين، المدرب، الجماهير ثقتها في لاعيبتها تاني. والأهم من ده كله زي ما قلت لكم، كسبت اللعيبة ثقتها في نفسها. الأهلي بيرجع رقم 1 في الدوري، بيرجع يتربع على القمة ب27 بونت، فارق 3 بونت عن نادي الزمالك بعد تعثره مع أسوان. الأهلي ما قدمش مباراة هي الممتعة، يعني الأهلي بدأ أول تلت ساعة كويس جدا، بيعمل ضغط عالي 4-2-3-1 المعتادة، مع يعني اختلاف في وجهات النظر مع كولر في الأسماء اللي بتلعب. حط جون ورجع بقى اشتغل 4-4-2 علشان يحد من خطورة الأطراف ومفاتيح لعب بيراميدز، ويقفل ب4-4-2 اللي كانت بتوصل إن هي بتبقى 5-4-1. ولو 4-4-2 كان بيروح شادو سترايكر، قفشة تحت شادي اللي كان بادئ راس حربة النهاردة، وعلى الأطراف كريم فؤاد وبرونو سافيو. أنا عندي تحفظات على طريقة لعب كولر، يعني 4-4-2. طب انت بتدافع، انت ليه بتكون رد فعل؟ انت عايز تقفل الأطراف اللي هي قوة ومفاتيح لعب بيراميدز. اخترت كريم فؤاد هنا علشان محمد حمدي يروح ويرجع لمحمد حمدي. الناحية التانية برونو سافيو حاضر غائب، الراجل ده ما بيجيش الملعب. برونو سافيو ده ما بيجيش الملعب، انا مش عارف ايه دوره بصراحة في النادي الاهلي. يعني انا مش عارف ايه دور برونو سافيو في النادي الاهلي، وراجل بيلعب اساسي النهارده ملوش وجود في الملعب على حساب احمد عبد القادر، اللي انت ممكن اصلا احمد عبد القادر يوقف لك الخطوره من الاول. يعني انا ليه اكون رد فعل؟ انا كنت فعل بدايه الماتش بضغط ضغط عالي وانا المستحوذ وانا اللي بلعب في تلت ملعبك، ليه بقى العب 4-4-2 و5-4-1 واستناك واستنى اكون رد فعل؟ النهارده يعني اصابه كريم فؤاد جت لمصلحتك، حسين الشحات نزل عمل جبهه قويه جدا. احمد عبد القادر لو مكان برونو سافيو كان عامل لك نفس الجبهه واقوى. انت ممكن توقف الاطراف من الاول، تعمل عليها ضغط ان هي ما تزيدش. ليه انت بتسيب الاطراف تزيد وتخلي برونو سافي وكريم فؤاد يلعبوا لك ادوار دفاعيه عليهم؟ طب ما انا اكون في خط ظهرك واكون بلعب في المساحات بتاعه الباك بتاعك وامنعك من التقدم عليها اصلا وهاجمك كمان. ليه انت سبت الكوره، سبت الاستحواذ لنادي بيراميدز؟ استحواذ سلبي، يعني كان ليهم كذا كوره، يعني كوره علي جبر دي لو 1-1 كانت بوظت كل حساباتك. النهارده 3 اهداف للنادي الاهلي، يعني عمرو السولية طبعا. عمرو السولية اهم لعيب في مصر كلها من نص ملعب بيلعب وسط الخطوط، لا نقاش ولا جدال فيها. عمرو السولية بيعرف يتحرك وسط الخطوط كويس جدا. هو كان نجم الماتش بلا منازع النهارده، وكان الموجود وربنا وفقه بهدفين. انت بقى سايب الاستحواذ وسايب الكرة لنادي بيراميدز. 3 اهداف بتاعتك يعني تصويب من عمرو السولية، ده مجهود فردي. النهارده الكرة العالية الهيدر برضه مجهود فردي. الجون التالت طبعا كانت المساحات اتفندقت خلاص، والمساحات يعني عايز اقول ان النهارده الاهلي يعني 3 اهداف كان موفق فيهم توفيق غريب. يعني مش هقول بقى تكتيك ومدرب ولاعيبه، لا،
الاهلي كان موافق في ال3 اهداف. يعني انا كنت شايف مباراه كولر ليه برونو سافيو. يعني انا ممكن ابدا حسين الشحات واحمد عبد القادر، وده ماتش محمد شريف. يعني انا نفسي كولر يثبت محمد شريف، حسين الشحات، عبد القادر، ووسطهم قفشه. الرباعي ده قوي جدا. يعني الرباعي ده ممكن يعمل لك توليفه. يعني لو سبتهم ماتش ماتشين المفروض كانوا يبداوا النهارده. يعني الملعب بتاعك اتظبط بعد ما انت بدات تعمل تغييرات اضطراريه بقى. خروج شادي مضيع 3 اجوان الشوط الاول. نزول محمد شريف هدف المدافعين، وقف مدافعين بيراميدز. كل الالتحامات والثنائيات محمد شريف كسبها. حسين الشحات نزل عمل ماتش كويس. عبد القادر نزل شد الفرقه شويه لقدام، وكان المفروض ينزل بدري اكتر من كده. يعني برونو سافيو لازم يموت قدامك عشان تغيره. يعني انا شايف ان كده الكولر، يعني ما تقوليش بقى تدعيمات. ما انت مش هتكسب بيراميدز تاني او تالت اقوى فرقه في الدوري وتتعادل مع سيراميكا وسط. تقول لي اصل التدعيمات كنت زمانك وقعت قدام بيراميدز النهارده. يعني فرقتك كويسه واسمائك كويسه، اشتغل على اللعيبه اللي معاك. اللعيبه اللي معاك دي ممكن تجيب لك الدوري وانت نايم.